وعقب المواجهة أكد مدرب المنتخب المغربي إيرفي رونار أن لاعبيه تحلوا بالذكاء أمام كوت ديفوار التي كانت الطرف الأفضل في اللقاء على حد تعبيره. صحيح، حتى في حالة الانتصار لابد أن نتحلى بالواقعية، ويجب أن نقول وأن أرضية الميدان لم يساعد الفريق الأحسن على أرضية الميدان، وهنا نقصد الكوت ديفوار، ولكن نحن نشارك في بطولة أفريقيا. استطعنا أن نتحكم في المباراة وتحلينا بالذكاء، ولكن فنيا لم نكن جيدين، ولكن في نهاية المطاف لا بد أن يشع نجم لاعب واحد وهو من سجل الهدف.